بعد اذنكم محدش يتكلم على او محدش يعلق على كلامي على كابتن محمد رمضان على ان انا بتكلم بقى على اخلاقه وان هو راجل وبعيب فيه والكلام ده كله. انا ما يخصنيش الكلام ده كله، انا يخصني ان الراجل ده كان بيشغل منصب المدير الرياضي في النادي الاهلي، فانا هتكلم بناء على الحته دي. نيجي لاول تعليق هو قاله: عادي جدا ان انا عارف انا لو مدير فني لا لازم ابقى انا شغال لو سنه بس انا بره الشغل ابقى انا كده ما ينفعش، لكن لو انا مدير يعني او اداري يعني زي ما هو سماها، لو انا في الشغل الاداري فعادي جدا لو قعدت 30 سنه ما بشتغلش ممكن ارجع تاني. انا اختلف معاك جدا يا كابتن محمد، لان ببساطه حضرتك بره الكوره من زمان وكان باين، يعني حضرتك بره فكرك ودماغك بره الكوره، بره الكوره تماما، وده كان واضح في شغل حضرتك. تمام؟ فلا معلش، انا في شغلي لو انا قاعد 30 سنه ما بشتغلش، لو انا جيت اتقدم في شركه تانية هيفكروا مليون مره قبل ما يعينوني تاني. ليه؟ لان انا دماغي ما بقتش دلوقتي، انا مش في الجديد، انا مكان ما كنت.